بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بتكتر أسئلة هي بتتكرر. حبيت أعملها لكم علشان برضو كل واحد بيبقى عايز صيامه يبقى كويس ومفهوش أي غلطة. ربنا يتقبل منا ومنكم بإذن الله. أول سؤال: هل ضرورة في الجنابة الاغتسال قبل طلوع الفجر؟ قال تعالى: أحل لكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى الرفث طبعا مباح في ليلة الصيام، في ليلة رمضان يعني. طيب هل لازم الاغتسال قبل الفجر؟ لا، الصيام صحيح والاغتسال ممكن لغاية صلاة الظهر، يعني مفيش مشكلة ان الانسان يقوم يصحى من النوم يغتسل بعد كده. سؤال نمرة 2: هل الاكل والشرب ناسي عليه كفارة؟ فهنا قال الشيخ: أما من أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. هو بيكمل الصيام، وقد صح في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقوله: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى هنا لو هو كل أو شرب ناسي بيكمل الصيام عادي ومفيش لا قضاء ولا كفارة. طيب هل الواحد يظن ان المغرب اتدنت فيفطر وهي لسه ما اتدنتش، او يتسحر مثلا او ياكل بعد الفجر ما يدن وهو ما يعرفش ان الفجر اتدن؟ ولو ان دلوقتي يعني في وسائل كتيرة جدا بتعرفنا الوقت، ولكن هو سؤال برضو بيتكرر. فقال الشيخ هنا: وإذا كان مبدأ الصوم هو طلوع الفجر وغايته غروب الشمس فإن من أكل أو شرب على ظن أن الفجر لم يطلع وهو طالع، أو على ظن أن الشمس غربت وهي لم تغرب، يكون قد أكل عمدا في وقت الصوم فيفسد صومه ويجب عليه القضاء. يبقى هنا هل يجب عليه القضاء والكفارة؟ لا، هو بيجب عليه القضاء، يعني هو برضو بيكمل صيام اليوم وبعدين بيقضيه تاني، بيصومه تاني، ما يفطرش ان هو يعني ما تحرش الوقت. ولكن طبعا يعني الصيام مش حاجة سهلة، لازم نتحرى الوقت، لازم. يعني احنا عندنا الموبايلات وعندنا الراديو والتلفزيون، يعني في 100,000 وسيلة. طيب هل الحقن بتفطر في رمضان؟ فهنا اختلفوا فيها، قالوا ان الحقن دي ما بتكونش عن طريق المعدة، يعني الحقن عن طريق الوريد او عن طريق العضل، فما بيكونش هنا عن طريق المعدة. فممكن ان هو ما يفطرش. في رأي بيقول ان ممكن ياخد الحقنة للاضطرار، لكن هو لو يقدر ان هو يأخرها لبعد الفطار يكون افضل. فقال للاضطرار ما بتفطرش الحقن. ليه؟ لانها ما بتوصلش للمعدة، وده رأي من اراء العلماء. فهي لا تفسد الصوم. الحاجة التانية: هل اللي بيصوم وما بيصليش؟ طبعا دي يعني مشكلة كبيرة، بس يعني احنا بنقول برضو الأسئلة اللي بتجيلي: بيصوم وما بيصليش او ان هو مش منتظم على الصلاة في كل الأوقات، هل هنا صيامه صح ولا في خطأ؟ لا، طبعا الصيام فيه صح، لأن دي فريضة ودي فريضة. طبعا يعني اللي ما بيصليش ده عمل كارثي. لكن في السؤال دي فريضة ودي فريضة. الصوم هو له فريضة مستقلة بيه. طيب لو واحد فطر في رمضان عمدا، يعني ولا بقى عيان ولا حاجة، وقام واكل أو شارب أو جامع زوجته، ايه الحل؟ الحل بقى ان هو بيصوم 60 يوم متتاليين. دي بقى يعني عايزه اقول لكم، يعني احذروا ان حد يعمل كده، لان ده بيصوم 60 يوم متتاليين. متتاليين يعني ايه؟ يعني لو فطر
في أثناء الصيام ده بيرجع يعيد من الأول تاني. لازم 60 يوم كده تعدهم، 1 2 3 لغاية ما نوصل ل60 يوم متتاليين، أو إطعام 60 مسكين في حالة عدم القدرة على الصيام. ده اليوم الواحد في رمضان. والله أعلم. أي حد يحب يسأل أي سؤال ممكن يسيبهولي وأنا هجاوب عليه إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.